سير البنه يا البنات في هذه الخلطه هذه صراحه كتجي زوينه بزاف، سهله ماهله. وخصوصا بالنسبه للبنات اللي كيخدموا كيوجدوها وكيحطوها وقت ما دخلوا من للدار كيلقاوها موجوده، كيجيو كيوجدوا وصفه خفن زربن. والاهم كتجي بنينه بزاف بزاف. تبعوا معايا الطريقه حتى الاخر. كناخذ القزبور ومعدنوس ديالي كنقيهم مزيان مزيان، كنعقمهم بشويه ديال الخل، من بعد كنسقطرهم وكنوضعهم في واحد المنديل ليله كامله عفوا. من بعد ما ينشفوا ليا صافي كناخذ القزبور ديالي كنقطعو شويه هكايا، ومن بعد كنوضعو في الهشوار وكنزيد ليه الثومه اللي نقيتها كذلك، وكنضيف ليه زيت الزيتون وشويه ديال الملح. كنطحن الخليط ديالي عفوا مزيان مزيان. هنايا لا ضفت الملح صافي. من بعد ما كتوجد ليا هاد الخلطه ديالي هادي كناخذ واحد البواطه اولا واحد قنينه زجاجيه، كنوضعها فيها وكنحطها في الفريغو ديالي. راه هي ما كتقصحش الا درتيها في الفريغو، كتجي هكايا رطبه يعني ما كتكون جلاج. وقت ما بغيناها كناخذوها كما قلت وكنوجدوا بها الاطباق ديالنا سريعه سريعه بزاف. والاهم كتعطي اي طبق بينا نوجدوه كنوضعوا هذه الخلطه هذه يعني ضروريه في المطبخ ديالنا. وبالصحه والراحه ومع السلامه.